جات لي دعوة في اليمن وقابلتها، وجات لي دعوة في ليبيا وقابلناها، وجات لنا دعوة في تونس ورحت قبل كده وبدأت من جفصة اللي هي طلعت فيها الثورة، ودلوقتي جات لي دعوة في غزة، وجات لي دعوة في العراق. وقررت ان شاء الله باذن الله قبول كل هذه الدعوات بفضل المولى سبحانه وتعالى، لان كلها جهاد في سبيل الله بالعلم ربنا اداهولنا. قبل كده جات لنا كتير دعوات وكان ناس ينصحوني ما اروحش، لكن انا شعوري وفي سني النهارده باذن الله رايح، وربنا يقدرنا نتوسع على قد ما نقدر بالعلم. وانا رسالتي بسيطه جدا، اوصل للناس لله سبحانه وتعالى برسالتي عن طريق العلم اللي انا اعرفه. وبعدين ياما ناس تقول لي طبعا ناس كتير حواليا، يا دكتور خطر جدا تروح غزة، انت ممكن تموت. طيب انا رايح بالعلم، فلو مت كده يبقى هموت شهيد ان شاء الله. ولو تموت شهيد صح وتخش الجنة ان شاء الله، هتاخد كام من الحور العين؟ 72. انا محتاجهم، في احتياج، مالك يا اخي انا عاوزهم. وانا سعيد جدا في وسطكم، ولو كانت امي هنا الله يرحمها كانت تبقى فخوره بابنها، لان انا بسافر حوالين العالم عشان نشر دعوه العلم وانشر اسم مصر حوالين العالم باذن الله. اصلا شخصيه ناجحه احمد طعيمه بيشتغل عليها. احمد كان عرفته وجالي وكان قاعد صغنون خالص كده، وكان بيسميهم المريدين، فكان قاعد ماشي وراها فتره طويله قوي قوي حتى خدته، وكان عاوز ينام جنبي وعاوز يسافر معايا. فكنت اقوم الصبحيه باللي ربنا يفتح عليا بيه، فكانوا مجموعه كنت اقول لهم المعلومات اللي ربنا زي ما اقول لك على راي الشعراء الله يرحمه ربنا شحتها لي. فكنت اقوم الصبح ربنا فتح عليا بشعه مولاد، كانوا اول ناس يعرفوها هم، يقعدوا يكتبوا ويسجلوا بتاع لغايه ما كبر ما شاء الله. ده احمد بيدرب وبيعمل شغل جميل قوي حوالين مصر، فانا مبسوط جدا. ووالده الله يصحاب يعني والده صديق شخصي الشيخ الدكتور رضا طعيمه، راجل جميل لذيذ قوي، واعتقد يمكن انتوا عارفينه فاحمد ابنه. فان شاء الله هم بيعملوا حاجه في اثار شخصيه ناجحه، والكتاب ده هيتاخد هديه باذن الله. عيشوا كل لحظه بحب الله عز وجل، بتطبق باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، عيش بالعلم والكفاح، عيش بالفعل والصبر والاستمراريه، وعيش بالحب، وقدر قيمه الحياه.